كأس العالم أمريكا. منتخبات عديدة قد تحرم من ارتداء تيشيرتات بألوان محددة. 18 منتخب على رأسهم قرار الفيفا. من بين 108 تيشير أساسي وبديل من 48 فريق مشاركين في كأس العالم وبدون ذكر ملابس حراس المرمى. بينهم 87 طقم ضامنين الارتداء ولو مرة واحدة في البطولة، وكما نعلم أن كل منتخب له طقمان أساسيان وأخر بلون مختلف بديل، وهذا ما حدث من 12 منتخب فقط. غانا وأوزباكستان لن يرتدوا ملابسهم الرئيسية في دور المجموعات. Australia, Austria, Belgium, Curaçao, DR Congo, Iran, Ivory Coast, Japan, Netherlands, Portugal, Senegal and South Africa لن يرتدوا ملابسهم البديلة في من 3 المباريات الأولى. Ecuador, Haiti, Iraq and Jordan لن يرتدوا ملابسهم الثالثة في من أدوار المجموعات. ولكن هناك فرق محظوظة سترتدى التيشيرتات الأساسية لها في دور المجموعات كالمكسيك وكاب فيردي وبنما. ولكن أصدرت كل من إنجلترا واسكتلندا قميصين، وسترتديان كلا القميصين في مباريات دور المجموعات. مع ذلك سترتدي أسكتلندا طقم حارس مرمى مختلفا في جميع مبارياتها الثلاث في دور المجموعات ضد هايتي والمغرب والبرازيل.